لسه بتروحي تدوري علشان تشتري توست الحبة الكاملة جاهز؟ ليه؟ عشان ما عندكيش قوالب؟ تعالي انا هعمل معاكم النهارده اقوى وصفة للتوست بدقيق الحبة الكاملة. هيطلع معاكي هش وطري باسرار اول مرة هتعرفيها. هقولك على المحسن الطبيعي اللي هيخليه طري زي الجاهز، وهقولك سر التسوية عشان ما يلزقش ويطلع لونه موحد وجميل زي ما انت شايفة كده. هنعمله من غير بيض ولا حليب ولا حتى عجن كتير، وكمان من غير قوالب. في صفيحة السمنة اللي بنرميها هنطلع قوالب توست احترافية، تسوية مظبوطة واحلى كمان من قوالب التوست اللي بتشتريها جاهزة. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. من غير ميزان ولا كوبايه معياريه، احنا هنعاير مقاديرنا بمج الشاي اللي في كل بيت اللي انت شايفاه ده. اهم حاجه نوحد الكوبايه، يعني نفس الكوبايه نعاير بيها كل المقادير. انا حطيت كوبايه ونص من الميه الدافيه، هحط عليهم معلقه كبيره من العسل الاسمر. تقدري تستبدلي العسل بسكر عادي خالص، العسل بيعمل على تنشيط الخميره، كمان هيدينا قيمه غذائيه ولون حلو. نقلب عشان ندوب العسل في الميه. بعد كده هحط معلقه كبيره ممسوحه من الخميره الفوريه، وهحط معلقه كبيره مليانه قوي من الخل. وعايزه اقولك ان الخل هنا بيعمل كمحسن طبيعي لكل انواع المخبوزات، نتيجته رهيبه، جربيه. قلبنا بقى كل المواد السائله مع بعض، هنسيبها على جنب. وزي ما شفتي انا وريتك نوع دقيق اللي انا بستخدمه، وكمان فتحنا الكيس مع بعض علشان تعرفوا ان احنا مستخدمين دقيق قمح كامل 100%. نبدا نعاير الدقيق بتاعنا بنفس المج. هعاير 4 كوبايات من الدقيق القمح الكامل. بعد كده احط عليه معلقه صغيره من الملح، وابدا بقى اقلب المكونات بتاعتي، واخلي كل المكونات بتاعتي دي تندمج مع بعض كويس جدا. انا مش هعجن، انا بس هلم العجينه بتاعتي كده واتاكد ان كل حاجه اتمزجت كويس. بعد كده هغطيها واسيبها 5 دقايق بس. لما بنسيب العجينه بتاعتنا 5 دقايق وبعد كده نرجع لها تاني نعجنها، عايزه اقولك الخطوه دي حلوه جدا. يعني بدل ما تقعدي تعجني في العجينه مده طويله، لا لو سبتيها ترتاح بس 5 دقايق ورجعت لها تاني، هتعجنيها كمان لمده دقيقتين وهتدي معاكي نتيجه تحفه. بس قبل ما نبدا نعجنها للمره التانيه، هضيف معلقه كبيره من السمنه. المعلقه دي ممكن تكون زبده لينه طبيعيه او معلقه سمنه بلدي، او ممكن تستبدليها بزيت، بس في الحاله دي هتحطي 3 معالق كبار من الزيت. بعد بقى ما عجننا العجينه بتاعتنا زي ما اتفقنا لمده دقيقتين وبقت ملساء وملمومه، تعالوا بقى ركزوا معايا قوي في قوام العجينه عامل ازاي. بصوا العجينه بتاعتنا متماسكه وبتسيب من الطبق، بس في نفس الوقت هي لينه وبتلزق. بصوا بتلزق في ايدي ازاي، فيها تلزيقه بسيطه. ركزوا قوي في التركه دي علشان مهمه، لان دقيق القمح الكامل بيحتوي على رده والياف جافه جدا، فدقيق القمح بيحتاج سوائل اكتر من الدقيق الابيض وبيشربها ببطء. فلو العجينه يابسه، فوقت التخمير والخبز العجينه هتشرب كل الميه اللي فيها، فالنتيجه ان قالب التوست هيبقى معاكي طوبه زي الطوبه حرفيا. فالتلزيقه اللي في العجينه دي تركه مهمه جدا جدا عشان تضمني انك تاخدي توست رطب وطري بعد الخبز. وطبعا علشان العجينه بتلزق، فبليت ايدي شويه زيت ولميت بيهم العجينه، دهنت الطبق ودهنت وش العجينه كويس وغطيتها وسبتها على جنب. تعالوا نجهز علب السمنه بتاعتنا. انا معايا علبتين من السمنه، بس علبتين مختلفين، كل علبه من نوع، بس الاتنين نفس المساحه ونفس الوزن. كل علبه اهي مكتوب عليها 700 جرام. بس زي ما انتوا شايفين الصفيحة دي نوع والصفيحة دي نوع، ففي صفيحة قصيرة وتخينة وواحدة طويلة ورفيعة، بس الاتنين بياخدوا نفس الكمية ونفس المقدار. اي صفيحة سمنة بيكون لها حواف حادة كده من جوه من على الحرف بالشكل ده، فانا بجيب الشاكوش وادق على الحواف دي انيمها، ما بتاخدش اي مجهود خالص ولا اي وقت، علشان ما تتأذيش منها تعورك، وفي نفس الوقت عشان وانتي بتخرجي قالب التوست يخرج ما يكونش فيه حاجة ضيقة من فوق، ما تخلوش يخرج. بعد كده هبدأ بقى اجهز الصفايح بتاعتي. ركزوا كويس قوي علشان في حاجتين بيخلوا التوست بتاعك ما يلزقش ويخرج بمنتهى السهولة زي ما هتشوفي كده. اول حاجة وهو انك تبطني الصفايح او العلب بتاعتك او اي قالب توست هتسوي فيه ايا كان، تبطنيه بالطريقة دي، وهو انك تدهنيه رشة زيت كويسة، وبعد كده تعفريه بنفس نوع الدقيق اللي احنا استخدمناه، وتبطني القالب بالشكل اللي انت شايفاه كده. جهزنا الصفيحتين مع بعض، هنسيبهم على جنب ونجهز بقى الغطاء اللي هنعمله للصفايح بتاعتنا. هنجيب ورقة سيلوفان بالشكل دون ونبدأ نطبقها 3 مرات بس كده. نبدأ نحطها بقى على الصفيحة ونبدأ ان احنا نضغط عليها قوي علشان نخليها تاخد شكل الصفيحة وتبقى زي غطا كده يتشال ويتحط بمنتهى السهولة.
عايزه اقول لك المره دي بعد ما تعملي التوست تقدري تحتفظي بالصفايح وبالغطيان اللي احنا هنعملها دلوقتي وتبداي تعملي فيهم مره كمان. كل ما تحبي تعملي هيكون نفس الحاجات موجوده معاكي تعملي بيها. بصوا بقى يا حبيباتي، انا هقول لكم دلوقتي تريكه متاكده ان محدش قالها لك قبل كده. حطي بقى لايك الجميل من ايديكي دلوقتي حالا وتعالي ارجعي بسرعه علشان اقول لك على التريكه المهمه دي. بصوا بقى، العجينه بتاعتي خمرانه نص تخمير، طبعا واضح زي ما انتوا شايفينها كده، وشها املس ما اتفتحتش يعني كده، ولا فيها فقاعات ولا فراغات ولا خمره التخمير الكامل اللي احنا عارفينه. ليه بقى يا مهنا؟ علشان عجينه التوست لو سيبناها تخمر كويس اول مره هتتمدد زياده وهتلاقيها تتقطع وتتفتح وتسيح. هي عجينه القمح الكامل كده. ليه بقى؟ لان ما فيهاش عرق جلوتين، فلو خمرت تخمير كامل هتبقى سايحه، مش هتعرفي تعمليها رول مظبوط واملس عشان ياخد وضعه في الصفيحه. عايزين القوه الكبيره كلها تكون جوه الصفيحه زي ما اتفقنا. فدي تركه مهمه جدا، خدوا بالكم منها. انا سبتها تخمر ربع ساعه بس زي ما اتفقنا، نص تخمير. على ما جهزت الصفايح بتاعتي وجهزت الغطيان وجهزت ادواتي كانت الربع ساعه فاتت. جبت بقى العجينه بتاعتي قسمتها نصين، وهاخد كل نص وهفرده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قبل ما تشتغلي لازم تدي رشه دقيق كده خفيفه علشان العجينه فيها تلزيقه. تمام، تعالوا بقى وركزوا قوي، هنشرح بالتفصيل دلوقتي ازاي نعمل الرول حلو كده ونحطه جوه الصفيحه بالشكل ده. انا عملت اول رول وحطيته في اول صفيحه، تمام، وهغطيه بالغطاء البلاستيك بتاعه علشان ده هيساعده على التخمير، وهسيبه على جنب. وتعالوا بقى الرول التاني نشرح بالتفصيل ونقرب الكاميرا بتاعتنا، وركزوا بقى معايا قوي علشان نشوف ازاي هنعمل الرول بتاعنا ونقفله صح، علشان ده بيفرق جدا في مسام التوست بتاعنا. بصوا بقى زي ما شفتوا كده، انا فردت العجينه بتاعتي بالشكل ده، شكل مستطيل عريض بسمك وسط، تمام، وهطبقه 3 بالشكل اللي انت شفتيه كده. ركزي اكتر في شرح التصوير اكتر من اللي انا هقوله لان هو شارح نفسه. بعد التطبيقة الأولى خدناها قدامنا بشكل طولي، وبالنشابة فردناها على مستطيل طويل يكون عرضه طول الصفيحة، يعني عرض العجينة يكون طول الصفيحة، وبعد كده نبدأ نرله زي ما انتي شايفاني كده بالظبط. بصوا بقى يا حبيباتي، ركزوا قوي واحنا بنلفه بنتك على الجوانب كده ندخلها لجوه ونيجي بقى نقفله. لازم تقفلي وتضغطي عليه بصوابعك وتقفليه تقفيله مظبوطه، حتى الجوانب بنضغط عليها ونقفلها كويس. طبعا العجينه طريه معاكي وملساء، وبصي بكل التركات دي هيتشكل معاكي بمنتهى السهوله. بندخله في الصفيحة بالشكل دون، وبنفضل سايبين الصفيحة بتاعتنا مميلة. لما بنغطيه الصفيحة بالغطا بتاعها بيخلي العجينة تاخد جوه وضعها مظبوط وتخمر كويس وتاخد الشكل المظبوط جوه الصفيحة، علشان العجينة وهي بتخمر ما تعرفش تزق الغطا وتخرج بره وما تاخدش الشكل المظبوط. تمام، بصوا بقى ركزوا معايا قوي كمان في التركة دي. واحنا سايبين الصفايح بتاعتنا تخمر لازم نرفع طرف الصفيحة بفوطة، نرفعها علشان لما تخمر ما تخرجش من العلبة، وعلشان كمان برضو زي ما قلنا تاخد الوضع وتاخد الشكل المظبوط جوه الصفيحة بالشكل ده. يعني ما ينفعش ولا نسيب الصفيحة بتاعتنا واقفة ولا نسيبها نايمة خالص، لا بنرفعها رفعة بسيطة بالشكل ده بالفوطة لحد ما تخلص التخمير بتاعها. انا جبت كمان طبقه من ورق السلوفان، بس ده اللي هو بيكون تقيل، اللي هو بيكون بتاع البوتاجازات او اللي هو بيكون بتاع الاطباق. السلوفان دي بيكون سميك علشان اتحكم في العجينه اكتر ما تخرجش كمان في السوا. فالغطا اللي احنا عاملينه مع بعض، وكمان حطيت فوقيه غطا من السلوفان الناشف كمان بالشكل ده. تمام، انا قلت لكم في حاجتين بيخلوا التوست ما يلزقش معاكي وفي نفس الوقت تطلع التسويه مظبوطه. اول حاجه قلت لك عليها وهي انك تبطني الصفيحه بتاعتك. تاني حاجه بقى هو انك تحطي الصفايح جوه صينيه ألمونيا. لما بتحطي الصفايح بتاعتك جوه صينيه ألمونيا عايزه اقول لك كانك مسويه في تيفال، في حاجه غير لاصقه. ما شاء الله تسويه صفايح السمنه خطيره. هتشوفي دلوقتي معايا هو ازاي هيخرجوا من الصفيحة بمنتهى السهولة، عمرهم ما يلزقوا، واخدين اللون الذهبي الجميل وهم متغطي عليهم. بصوا بقى انا بحاول على قد ما اقدر اقول لكم كل التريكات وكل الحاجات اللي تعمليها علشان نتفادى اي خطأ. وبرضو اللي عنده اي سؤال يكتب لي في التعليقات برد عليه بنفسي. شايفين بسم الله ما شاء الله شكل التوست، وشايفين كمان بيخرج من الصفيحة بمنتهى السهولة ازاي. يلا بقى نتكلم عن التسوية ونقول كل التفاصيل. بندخل على الفرن بتاعنا لازم يكون سخن قبلها بربع ساعة. عايزين درجة حرارة وسط، درجة حرارة 180،
هيقعد معاكي في الفرن 40 دقيقة. هتحسبي له على الساعة ولا هتكشفيه ولا هتحاولي تبصي ولا هتعملي اي حاجة، احسبي معايا الوقت زي ما قلتلك، وعلى ضمانتي التسوية هتطلع مظبوطة 100%. هنحط الصينية بتاعتنا على الشبكة، الفرن يكون سخن قبلها بربع ساعة، درجة حرارة 180 أو درجة حرارة وسط. هيقعد معاكي في الفرن 40 دقيقة بالظبط. هتتأكدي برضو من التسوية لما تكشفي الفويل وتلاقي واخد لون الذهبي اللي انت شايفاه دون، برضو ده هيأكد لك جدا ان هو كده استوى. وبعد ما يخرج من الفرن تخرجيه على طول من علب السمنة، يعني ما تسيبوش في الصفيحة علشان ما يعرقش ويطرى ويبقى مش لطيف. مهم بقى جدا جدا ان انت بقى تغطيه بفوطة، وبعد كده تسيبيه يبرد خالص قبل ما تقطعيه، علشان لو قطعتيه وهو سخن هيتفرول معاكي ومش هيبقى حلو. فاصبري عليه لما يبرد. انا عايزه اقولك انا قطعته وهو دافي بس الحمد لله اتقطع معايا حلو برضو. جربوا الطريقه وما تنسوش تكتبوا لي رايكم في التعليقات. بحبكم في الله وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.